السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الوصفة ديال اليوم سهلة مهلة. دنجال بلا ما تفوريه، بلا ما ديريه في الماء، بلا ما تقليه. كتغسليه وتنقيه مزيان وتمسحيه وديريه شوية ديال زيت الرومية، وتدي عليه في الكوكوط مع جوج تومات ولا ثلاثة بحال هكا على حسب عدد الدنجال اللي غديري. وتدي عليه في الكوكوط غير بدات تصفر سخنات، وكتنقصي عليه على المهل وتخليهم حتى كيتعسلوا مزيان. راه غادي تشوفوهم المريقه ديالو كتولي معسله وهما كيجيو معسلين. المهم كنحيدوا لهم ديك الجلده ديالهم. كتحيد، كتكون سخونه. اختاروا البنات شي دنجال يكون بيض وزوين هذا الدنجال اللي فيه الزريعه راه ما كتشريه ما كتعرفيش الدنجال كيدير لداخل. المهم يكون الدنجال شويه زوين. صافي كنزيدوا ليه مليحه، وكنزيدوا شويه ديال الكمون. ايوا غادي نزيدوا زويته بلديه، وغنعصروا فوق منه حامضه، نص حامضه. المهم الا بغيتو هاد الدنجال بوحدو هكا راه كيجي لذيذ. بغيتو ديروا ليه لاصوص ديالو ديال المطيشه والبصله والفلفله تكونوا ديجا صايبطوهم، والربيع والعطريه، وتخلطوهم معاه. تبارك الله راه كيجيكم مزيان حتى هو. في كلا الحالتين اللي عجبكم غادي كيكون زعلوك ذو وجهين. بغيتي ديروه مشروم ولا بغيتو تخلوه غير هكا كيجي زوين. كديروا معاه شويه ديال الربيع والمعدنوس، المعدنوس زعما مقطع، والحرورة ولا الهريسة الا بغيتو راه كيجي واعر. نتمنى يعجبكم هذا الزعلوك الخطير، والى فيديو قادم ان شاء الله.